انا نفرح لك دابا اكثر ما نفرح لك اصاحبي بكره. نفرح دابا انه المستشفى الاقليمي المتعدد الاختصاصات والله حتى فرحت من قلبي اقسم بالله. هذه شي حاجه يستافد منها المواطن والشعب، ولا مرض بنادم يلقى فين يداوى تقول لي كره ولا كره اي مزيانه، ولكن اشياء ترفيهيه. ها الاولويات هما هذا، هما المستشفى. شوف تبارك الله قداش تبارك الله. وي هارمنا من اجل هذه اللحظه باش يتبنى المستشفى. دابا راه الارض كتواطى. هذا الشيء شوف واش فكرني اقسم بالله العلي العظيم، فكرني في ايام التمريضه اللي كانت التيران باقي ما حيدوش، يعني باقي بالتيران واقيلا غادي يبقى الاخوه. المهم زيروا معنا، انا بغيت نعاود لكم القصه من 2017 ديال النضال، الناس اللي ناضلوا باش وصل هذا المستشفى لارض الواقع. مرحبا، راه عندي كلشي من الفيديوهات وانا مشارك في ذاك الحدث وفي ذاك النضال وفي ذاك المظاهرات. اسطوار اخوتي تبارك الله، اللهم بارك تبارك الله عليكم. هانتوما شوف، ها العلم كندوي، المستشفى كما كتشوفوا البلاصه فين كاينه. ها انتم هادشي اللي كندوي لكم عليه، الجهه ديال الاكراد كما كتشوفوا هما الفراغات هنايا، وراه التيران اللي قلت لكم راه باقي كيبان في بلاصتو الاخوان. المهم هادشي مزيان مفرح. ولاد الشعب، هذا تحرك مشروع ديال الشعب احتجاجا على الاقصاء والاستبعاد الاجتماعي والتهميش اللي كيعيشوا فئات واسعه في الاقليم ديال الحجب كما في المغرب كامل. والمفروض على جميع المسؤولين انهم يلتقطوا الصوت ديال الشعب. بلغ السيل والزبا الوفاه ديال الشاهد اليوم في توشطات كتحمل فيها المسؤوليه الدوله كتحمل المسؤوليه كامله ديال الوفاه ديال الشهيد، واللي بطبيعه الحال رد الفعل ديال الشعب غيستمر حتى ينتزع الحقوق ديالو كامله، وما ضاع حق وراءه طالب.